الاهلي السوبر بيفوز بالسوبر الخامس على التوالي وال15 في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-0 بهدف سجلها في الشوط الاولاني بن شرقي في الدقيقه 43، وفي الشوط الثاني مروان عطيه باول هدف ليه من لاعب مفتوح مع النادي الاهلي في الدقيقه 72، في مباراه اللي قدم فيها جس روب ورا اعتماده الجمهور الاهلي، واللي من فتره كبيره الاهلي ما قدمش مباراه متوازنه في الشوط الاولاني والشوط الثاني. بدا الشوط الاولاني بضغط كبير من النادي الاهلي وحقق منه اكتر من فرصه لكن ما تسمحش للتسجيل، وتيجي اول تسديده للنادي الاهلي عن طريق تريزيجيه في الدقيقه السابعه، وبعدها بشويه تيجي تسديده كمان لزيزو لكن بتعلى من فوق العارضه. بعد كده كره ثانيه كان غلطه من عواد تتشتت، بعد كده تتسدد باكتر من شكل توصل لجراديشار يسددها توصل لفاول ثاني، تيجي فاول لزيزو يسدد الفاول ده تخبط في الحيطه، بعد كده تسديده ثانيه توصل لضربه ركنيه، ومن بعدها فضل الاهلي يكمل ضغط لغايه ما تيجي فرصه من كورنر برضه لجراديشار لكن تيجي في فتوح تطلع كورنر ثاني، كورنر ده توصل الكوره لشيكو بنزا في مرتده كان ممكن يسجل منها الهدف الاولاني للزمالك لكن تعدي على خير، وتيجي الدقيقه 43 تمريره من ياسر لهاني ومن هاني لزيزو، اول ما يستلم بيلف ويرفع العرضيه على طول بن شرقي اللي بيستلم استلام ولا احلى ولا اروع، وبعد كده بيريح الكوره وبعد كده يحطها في البعيده ويسجل الهدف الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقه 43. ومن بعد تسجيل الهدف الاهلي رجع شويه يمتص ضغط من نادي الزمالك لغايه ما خلص الشوط الاولاني. بدا الشوط الثاني من اول 3-4 دقائق ضغط من النادي الاهلي، جات له فيها فرصتين واللي كان ساهم فيهم بشكل كبير ياسين مرعي. بعد كده الزمالك بدا يخش في اجواء اللقاء وهدد برضه باكتر من كوره، لكن دفاع الاهلي النهارده كان دفاع 10 على 10 صح، كان فيه شويه اخطاء صغيره بس تعدي وسط المكسب والفوز والاداء كتوتال اللي هو اداء ممتاز جدا. تيجي في هجمه مرتده في الدقيقه 72 من بعد نزول طاهر في الدقيقه 56 باصابه جراديشار، وكان بعدها حصل تبديل برضه بنزول بن رمضان وخروج تريزيجيه للاصابه، كده عندك اصابتين في ماتش واحد. بعد نزول طاهر غير شكل الفريق هجوميا بشكل كبير ودي حاجه نادره جدا. هجمه مرتده توصل لطاهر ناحيه الشمال واللي يلعب عرضيه توصل لمروان عطيه ويسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، وده اول هدف من لاعب مفتوح لمروان عطيه من ساعه ما جه الاهلي من 2.5 سنين. تيجي الدقيقه 80 من كره عرضيه يسجل منها الزمالك هدف الاول لكن يتلغي الهدف بسبب لمسه اليد، وهي لمسه يد صحيحه على سيف الجزيري. تيجي الدقيقه 82 ينزل احمد رمضان بيكهام مكان اشرف بن شرقي اللي هو واحد من نجوم اللقاء عشان يامن دفاعه، بيلعب ب3 قلوب دفاع في الاخر. ومن بعدها حاول الزمالك وحاول الاهلي يسجل الهدف الثالث وينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 2-0 وتتويجه باللقب 15 في السوبر. وان شاء الله نتقابل في اقرب وقت اذا كان في ماتشات الوديه منتخب مصر او مباراه الاسماعيلي اللي بعد التوقف الدولي او في ماتش تقريبا في افريقيا حاجه زي كده، لسه مش الجدول ما اعلنش بالظبط. وصل